ازيكم عاملين ايه؟ تسريحة النهاردة سهلة جدا، هتعمليها لبنوتك قبل المدرسة في دقيقتين بالظبط. هتحتاجي تفرقي من النص هنا، وبعدين من الجنب بالناحية اليمين والناحية الشمال. يعني بنيجي كده عند الشعر بعد ما قسمناه من النص من قدام، نمشي كده وناخد خط كده لحد الودان. بعد كده هنقسم الجزء اللي اخدناه ده لنصين بالشكل ده، يبقى معانا نصين في كل ناحية. هشيل نص على جنب وهشتغل على النص الاول، هقسمه لثلاث اجزاء، هاخده كده لورا واقسمه لثلاث اجزاء، وابدا اجيب اللي في اليمين فوق اللي كانت في النص، واللي في الشمال اللي هي من هنا فوق اللي كانت في اليمين اهو بالشكل ده. تاني اليمين فوق اللي في النص، والشمال فوق اللي كانت في اليمين. وبضفر ضفيرة عادية جدا، بس مهم وانا بضفر اكون راجعة لورا بالشكل ده علشان شكل الشعر في الاخر يكون متناسق ومظبوط. بضفر كده لحد طول الشعر، كل بنت حسب طول شعرها، ولان ده شعرها طويل قوي فانا هقف كده هنا في النص وهربط باستك. بعد كده هجيب الجزء التاني اللي انا ثبته هنا وابدا اقسمه لاتنين بس. وبرده مهم اكون سحبه ايدي لورا كده وابدا اعمل تويست، يعني الفهم حوالين بعض من غير اي افتكاسات، بلف بس الخصلتين عكس بعض عشان يدوني الشكل ده. وهاجي في الاخر اربط باستك صغير. هاجي الناحيه التانية وهكرر اللي عملته هناك بالظبط. جيت من الناحيه التانية عملت ضفيره وتويست، وهنا كده عندي ضفيره وتويست. بعدين هلم كل الشعر مع بعضه، لكن قبل ما تلمي الشعر مع بعضه اعملي التويست دي بايدك كده، والتانية في نفس الاتجاه اللي انتي عملتيه فيها، ولفيهم تويست تاني حوالين بعض علشان يديكي شكل احلى في النهاية بالشكل ده اهو. وبعدين ضمي عليهم الضفيرتين اللي انتي عملتيهم، وتقدري تعملي اختيارين، تربطي كل ده مع بعض بتوكة واحدة او تلمي كل الشعر مع بعضه لو انتي مش حابة ان شعر بنتك يبقى سايب كله. وتقدري تضيفي اي اكسسوارز عندك زي التوك دي كده، هوريكم شكلها اهي بتتفتح وتتقفل على الشعر. وده هيكون الشكل النهائي ليها. تسريحة جميلة جدا وسهلة قوي، بناتكم هيحبوها جدا. من التسريحات اللي اكيد مش تاخد معاكم وقت جدا وهتديكم نتيجة رائعة زي ما انتم شايفين. لو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا عشان تشوفوا كل يوم فيديو جديد وتسريحة جديدة، وانشروا الفيديو مع اصحابكم عشان هما كمان يجربوها. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. متأكدة ان تسريحة النهاردة هتعجبكم جدا ان شاء الله. كل اللي احنا هنحتاج نعمله ناخد خصلة من فوق كده اهي، ونقسمها هنا بخط مستقيم، وبعدين نربطها هنا باستك زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنطلع الخصلة دي لفوق كده، ونبدأ نجيب خصلة من الشمال مع خصلة من اليمين، وهربطهم مع بعض باستك، وهقسمهم لثلاث خصل قد بعض. فهيبقى عندي واحد اتنين تلاتة، وهقسم اللي فوق لخصلتين. فهجيب خصلة واحدة من الاتنين هحطها في الفتحة الاولى اللي هي ما بين الخصلة اللي في اليمين واللي في النص، وهجيب الخصلة التانية اللي من فوق ما بين الخصلة اللي كانت في النص والخصلة اللي في الشمال. مفيش اي حاجة تتلخبط حتى لو سبتوا ايديكوا، لان انتوا الاتنين جايين من فوق فمش تبقى فيها اي مشكلة. وهشد لفوق كده، واللي شديته لفوق ده هطلعه فوق هيكون خصلة واحدة، وهبدأ اضم خصلة من اليمين وخصلة من الشمال مع الخصلة دي. شايفين جبت خصلة من اليمين والشمال وهربطهم مع الخصلة اللي انا لسه جايباها من فوق باستك صغير، وهشد كويس وهقسم الخصلة دي لثلاث اجزاء، واللي فوق لاتنين، وهعمل نفس الخطوة. اللي فوق دي جاية معايا تلاتة، هقسم بالنص، واحدة هتروح معاها يمين والتانية شمال، وهتدخل هنا ما بين الاتنين دول، والاتنين التانيين هيدخلوا ما بين الاتنين دول. وبرضو هشد التلاتة لفوق وهثبتهم، وهكرر نفس الخطوة. انا ثبت فوق بس علشان ما تقعش هنا، وهبدأ اخد خصلة من الشمال مع خصلة من اليمين، وهضيفهم مع الخصلتين دول، وهربط باستك صغير. ولما بربط الاستك بشد لفوق كده علشان تديني خصلة
اكتر يعني، او عدد خصل اكتر. هفتح هنا 3 خصل قد بعض، وهجيب اللي فوق هنزلهم في النص، وهبدأ اكمل بنفس التكنيك. تقدروا توقفوا هنا لو حابين، او تكملوا بقية الشعر. هكمله واوريكم الشكل النهائي. وده هيكون شكلها النهائي. تقدروا تدوها فوليوم كده بانكم تشدوا الاطراف كده لفوق زي ما انا عملت. هتعجبكم جدا. جربوها وشيروها مع اصحابكم، واشتركوا في القناه لو كنتوا لسه مشتركتوش، ودوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي. ده الجزء التاني من الفيديو اللي فات، اللي انا وريتكم فيه ازاي نقدر نربط الشعر حوالين نفسه بالطريقه دي. وهكمل معاكم نعمل ازاي من الناحيه التانية. هي نفس الفكره. هنجيب خصلتين، وهنعدي الخصله اللي من بره من تحت كده اهي، وبعدين بلف دي حوالين نفسها بالشكل ده، وبجيب الخصله اللي من الطرف بتاعها وبشد كأني بربط خصلة عادية جدا جدا اهي. شايفين؟ كأني بربط ربطة عادية جدا بس بالشعر حوالين نفسه اهو. بعد كده هبدأ اجيب الخصلة اللي تحتها، وطبعا ضميت الاتنين دول مع بعض، وأعديها من تحت، وابدأ ألف حوالين نفسها، واخد الطرف ده من جواها واشد الطرف واشد لفوق، فهتديني رابطة كده مع بعض زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا، جربوه وانا متأكدة فعلا هيكون سهل جدا بالنسبة لكم. اهو خصلة عادية جدا من تحت، الخصلة اللي انا ماسكاها الف الخصلة دي على صوابعي الاتنين، وامسك الطرف بتاعها واشد لفوق بالشكل ده، وبفضل مكملة بنفس التكنيك الخصلة كلها معايا. وبجيب الخصلة دي من تحت كده، هلف هنا صباعين، واخد طرف الخصلة اللي انا جبتها من تحت دي لفوق واشد، ويبقى عندي الخصلة دي كأنها مربوطة اهي. وهكمل بالظبط زي ما عملت هنا، هعمل الناحية التانية. بعد كده هبدأ اربط الاتنين مع بعض هنا بتوكة، وبعدين همسك الخصلة دي الفها لفوق كده بالشكل ده، وادخلها من هنا بس مش للاخر بالشكل ده، وهظبطها واثبت ببنس الجزء اللي انا لفيته من تحت ده علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه من فوق. واقدر في الاخر هنا اثبت شوية اكسسوارات لو احنا هنعملها لفورمة او لمناسبة يعني صغيرة، او اسيبها كده برضو هتكون جميلة جدا. هوريكم الشكل النهائي. ده شكلها من قريب، وتقدروا كمان تعملوا الجزء اللي نازل ده كيرلي، هيكون شيك قوي وجميل جدا. جربوها، انا متأكدة انها تعجبكم. وتقدروا كمان ما تحطوش ده بس تلموها او تسيبوه كده برضو هتكون رقيقة قوي. اتمنى تكون عجبتكم. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي. هعلمكم تسريحة النهاردة سهلة جدا وهتعجبكم قوي. هنجيب من على الجنب كده واحنا مسلكين شعرنا، هنجيب خصلة من على الجنب وخصلة تاني جنبها، فهيبقى معانا خصلتين من على جنب الشعر بالشكل ده. وهبدأ اجيب الخصلة دي من تحت كده، وهسيب هنا مساحة بحيث ان انا الف الخصلة دي على نفسها، وادخل الطرف بتاعها من الناحية التانية جواها كده، واشد لفوق كأني بربط ربطة بس بالشعر. تمام اهي. بعدين همسكهم مع بعض، وهجيب خصلة تاني من عند البداية كده، وهمسك الخصلتين دول مع بعض اللي انا عملتهم من شوية، وهمسك الخصلة دي من تحت كده في طرف هنا اهو، وهلف دي بالصباعين دول كده، وادخل في الدايرة اللي انا عملتها الخصلة من الناحية التانية بالشكل ده، واشد
كأني بربط ربطة زي ما انتوا شايفين كده للشعر نفسه، وهمسكهم مع بعض وهاخد خصلة تاني هلفها حوالين الصباعين كده، فهعمل عقدة، وطرف العقدة دي هاخدها من فوق لجوه بالشكل ده، كأني بربط ربطة عادية جدا، لكن الربطة دي بالشعر نفسه، مش بسيبهم، بمسكهم تاني مع بعض. خصلة جديدة، احط صباعين بالشكل ده، الفهم حوالين نفسهم كده، والطرف ده من هنا اعديه من تحت وادخله جوه واشد. بعد ما اشد هربط الربطة دي بالشكل ده، ونقدر نكمل بطول الشعر. هتديكوا شكل جميل جدا. في الاخر هنا بنربط باستك، وتقدروا تزودوا اي توكة انتوا حابينها، شكلها جميل جدا. استنوا الجزء التاني عشان اوريكم ازاي تقدروا تعملوها من الناحيتين وتقفلوها ازاي. جربوها هتعجبكم قوي. تسريحة سهلة ومختلفة، ومتأكدة انكم هتحبوها جدا لما تجربوها. ابعتوها لاصحابكم عشان هما كمان يجربوها، واشتركوا في القناة لو كنتوا لسه مشتركتوش. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي. الفيديو اللي فات شفنا ازاي نعمل الضفيرة التويست اللي نزل منها الخصل الشلالات دي. النهاردة هكمل معاكم واوريكم ازاي نعمل الشعر كله بطوله بنفس الطريقة. اولا هنيجي هنا بنعدي اول خصلة وتاني خصلة، ونمشي من تحت كده نجيب خصلة من الشعر الاساسي ونقسمها لاتنين. وطبعا كل ما رفعنا الخصلة كل ما عملنا فقرات او يعني طبقات اكتر. هنفتحها كده قد بعض، وابدأ اجيب اللي بره فوق اللي جوه بالشكل ده، وهاخد اول خصلة نازلة من هنا واحطها في النص كده، وهعكس الخصل دي تاني مع بعض، واجيب الخصلة اللي بعدها بمشي بالترتيب واحطها في النص والفهم عكس بعض، واشد لبره كده عشان ادي لنفسي مساحة اهي. انا مش بلف اكتر من مرة واحدة، هي مرة واحدة بس، وبدخل الخصلة اللي بعدها بالشكل ده اهو. بعدين الف عكس بعض كده، وافتح اخد الخصلة اللي بعدها احطها ما بين الخصلتين اللي لفتهم مع بعض، واحط اللي تحت فوق اللي فوق، واحط الخصلة اللي بعدها في النص. شايفين اهي في خصلة تحت وخصلة فوق، انا بلفهم بس عكس بعض كده، وافتح الخصلة واحط الخصلة اللي بعدها هنا في النص. فانا ماشية بالترتيب، وطول ما انا ماشية بشد من قدام عشان اوسع لنفسي مساحة بالشكل ده. وانا مش باخد اي خصل من الشعر اللي تحت، انا باخد الخصل اللي اوريدي ابتديت بيها من فوق خالص، نفس الخصل هي بتدخل ما بين الخصلة الجديدة اللي انا سحبتها من قدام. افتح احط خصلة جديدة في النص كده، واعكسهم عكس بعض، وافضل اظبط كده من قدام عشان يديني المساحة بتاعتي. ومع كل خصلة بمشي اتجاه الشعر، يعني بشوف الشعر رايح بيه فين وبكمل بيه. شايفين اهو. واقدر اعمل اكتر من طبقة حسب طول كل شعر، وباجي في الاخر وبربط بتوكة استك، وده هيكون شكلها النهائي. كل بنت حسب طول شعرها تقدر تزود طبقات تانية من نفس الضفيرة. وطبعا تقدري كمان تزودي هنا توك زي ما انت حابة، او مش حابة براحتك، تقدري تسيبيها زي ما هي كده. بجد جميلة جدا، هتعجبكم قوي. جربوها وقولولي رأيكم، وشيروها كمان مع اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل يوم فيديو جديد وضفيرة جديدة. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. تسريحة النهاردة هتحتاجوا تجيبوا خصلة من على الجنب كده صغيرة، وتقسموها بالنص، وتبتدوا تجيبوا الخصلة اللي تحت فوق الخصلة اللي فوق بالشكل ده، وبعدين من فوق كده نجيب خصلة صغيرة جدا ونسلكها لحد اخر الشعر، ونحطها ما بين الخصلتين اللي احنا لسه تانيينهم حوالين بعض بالشكل ده. بعدين هنسيبها
وابدأ الف الخصلة دي فوق الخصلة دي تاني، واجيب خصلة تاني صغيرة من فوق واسلكها لاخر الشعر علشان ما تكونش بتعمل اي لخبطة معايا في الشكل، واسيبها في النص ويكون ده شكلها. بعدين هلف الاتنين تاني عكس بعض، ومع كل مرة بعمل كده بشد كويس قوي علشان اخلي في مساحة ضيقة ما بينهم، مش مساحة واسعة. هبدأ اجيب خصلة تاني من فوق صغيرة جدا، وبضيف الخصلة دي ما بين الخصلتين اللي انا ماسكاهم، وبعدين بعمل ايه، بلفهم فوق بعض زي كده. تمام. وببدأ اوسع لنفسي مساحة علشان اضيق الخصل دي، واعكس الخصلتين عكس بعض وانزل ما بينهم خصلة تانية. وخليكم مركزين، انا ما بلفش كذا مرة، انا بلف واحدة بس، يعني بنزل الخصلة هنا والف اللي تحت فوق اللي فوق، واجيب خصلة من فوق صغيرة واحطها في النص. يعني انتوا ما تلفوش اكتر من مرة واحدة بس. اهي عندي خصلة تحت وخصلة فوق، هلفهم عكس بعض كده وهنزل منهم الخصل اللي انا نزلتها دي، وهفضل بلف كده مع الشعر كله. يعني بكمل داير ما يدور كده لحد نهاية الشعر الناحية التانية. شايفين الشكل؟ باجي عند الجزء اللي انا عايزة اقف عنده والف كده واثبت هنا ببنسة. بعد كده هجيب الخصلة التانية اللي هي تحت هنا، هفتحها نصين بالشكل ده، واجيب اللي على اليمين فوق اللي في النص، وادخل فيها اول خصلة انا سبتها في الجزء الاولاني. شايفين ازاي؟ بصوا كده اهي، والف وهدخل الخصلة التانية، وهكذا بكمل كده لحد الاخر. بفضل الف، بس مش بدخل اي خصلة من الشعر، انا بدخل الخصل اللي انا سبتها في الاول. طب اشمعنى بدخل نفس الخصل؟ علشان تديني الشبكة اللي انتوا شايفينها دي. وبفضل اشد برضو لحد ما اوصل لحد اخر خصلة انا عملتها هنا، وهربط هنا الاتنين مع بعض باستك صغير. وده هيبقى شكلها النهائي. جميلة جدا، جربوها، انا متأكدة انها تعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشيروه كمان مع اصحابكم عشان هما كمان يجربوه. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. تسريحة النهاردة سهلة جدا، كل اللي هتحتاجي تعمليه انك تقسمي الشعر بالنص. هنقسم جزء على جنب وناخد الجزء التاني خصلة كده منه من قدام بالشكل ده، ونشيلها لفوق. بعد كده هتربطي الخصلة اللي تحت دي باستك صغير زي ده. بعد كده هنفتح الخصلة دي من هنا. نعم، معلش تدخل مفاجئ من الاطفال. ونفتح خصلة كده هنا، ونلف الخصلة دي من فوق لتحت. بعد كده هسحب الخصلة دي بالشكل ده وهشد بالطريقة دي، واللي عملته هنا هكرره الناحية التانية. هاجي الناحية دي قسمت خصلة تاني وهربط هنا باستك صغير، وبرضو هفتح والف خصلة لجوه، وده هيبقى شكلها هنا. وهبدأ اخد الخصلة اللي من فوق دي واضفرها. هبدأ اقسمها لثلاث خصل. هبدأ اجيب اليمين فوق اللي في النص والشمال فوق اللي في اليمين، واشد للاخر، واكرر اليمين فوق اللي في النص والشمال فوق اللي كانت في اليمين. وببدأ اعمل كده، ومع كل خصلة بدي فوليوم للجزء اللي انا ضفرته. يعني ايه؟ يعني بمسك وقف هنا كده وابدأ اشد من هنا كده، واشد تاني من هنا، واشد تاني من هنا، واشد تاني من هنا، وابدأ اضفر واشد من كل خصلة. خليكم مركزين كده ازاي اهو بضفر عادي جدا، وبعد ما اضفر اسحب لبره عشان يديني مساحة. شايفين ازاي؟ وكل ما انتي بتضفري تشدي اكتر هيطلع معاكي شكلها مظبوط جدا. اهو بعد ما اخلص خالص تضفير برضو هشد لورا كده بالشكل ده لبره. كل ما شديتي بره هيديكي فوليوم تاني. شايفين بعد ما بشد بيكون ده شكلها، ما بتكونش ضفيره يعني صغيره، لا بتبقى فيها فوليوم كبير زي ده. بعدين هبدا اجيب الضفيره دي وادخلها من تحت. ده ابني الصغنن بيسلم عليكم. واللي عملته هنا هكرره الناحيه التانية. لو حد فيكم بيتساءل ايه الفرق بين الضفيره قبل وبعد الفوليوم، ده بيكون شكلها قبل، وبعد ما بضفر كده تقدروا كمان تشدوا، بس هنشد من تحت علشان نقدر
ندي مساحة للخصلة اللي قبلها، ما بنبقاش ربطنا، بنشد كده. ده شكلها بعد، وهفتح هنا وهدخل الضفيرة من فوق وهوريكم شكلها النهائي. وده هيبقى شكلها النهائي، جميلة جدا وهتلم الشعر بطريقة شيك وجديدة. جربيها، انا متأكدة ان بنتك هتحبها جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك، وكمان شيريه مع حد من اصحابك عشان هم كمان يجربوها. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي. تسريحة النهاردة جميلة قوي، هتعجبكم جدا. هتقسموا الشعر لنصين كده، وهنضفر هنا ضفيرة وهنا ضفيرة. هنجيب اول جزء ونقسمه ل3 ونبدأ نضفر ضفيرة عادية جدا، اليمين فوق اللي في النص والشمال فوق اللي كانت في اليمين، واشد جامد واكمل بنفس التكنيك، اليمين فوق اللي في النص والشمال فوق اللي في اليمين، وبكمل كده ضفيرة عادية جدا. بعمل الجنب ده وبكرر اللي هعمله هنا الناحية التانية. طبعا بربط في الاخر باستك. بعد كده بيبقى عندي ضفيرتين، هفتح الخصلة دي من هنا وهدخل فيها الضفيرة دي من الخصلة دي كده. هشد الضفيرة بالطريقة دي هنا، والضفيرة التانية هفتح لها الخصلة دي وبرضو ادخلها من فوق كده لتحت، فيبقى عندي الشكل ده، شايفين؟ بعد كده هبدأ اجيب الضفيرة دي من فوق كده بالشكل ده، وهثبت هنا ببنسة، ودي كمان من فوق بالشكل ده، وهثبت هنا ببنسة. بعدين هضم الاتنين تحت بعض هنا، الاطراف دي كلها ببنسة تاني، هثبت وهرجع لكم. دلوقتي كده ثبت الاتنين دول، بعدين هثبت تاني من تحت بالشكل ده، بنسة تاني من هنا كده، وبثبت الناحية التانية بنفس الطريقة. بحاول ان انا اخلي الشكل متناسق وفي نفس الوقت الاطراف مش باينة، عشان يديني الشكل ده في النهاية، واقدر في الاخر اضيف اي اكسسوار انا حباه من فوق هنا كده، عشان تديني الشكل ده في النهاية. شكلها جميل جدا ورقيقة قوي ولما الشعر كله. جربوها هتعجبكم جدا. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي. النهاردة جميلة قوي. هنحتاج خصلة من فوق كده هنا صغيرة، ونبدأ نقسمها ل3 صغيرين برضو بقد بعض، ونبدأ نضفر خصلة فوق التانية زي الضفيرة العادية بالظبط. خليني اوريكم ازاي. اليمين هجيبها فوق اللي في النص، والشمال هجيبها فوق اللي في اليمين. تاني، اليمين هجيبها فوق اللي في النص، والشمال هجيبها فوق اللي في اليمين بالشكل ده، وهضفر كده خصلتين 3 لحد ما اوصل لبداية الراس كده من هنا عند الشعر ده. وهبدأ اجيب خصلة صغيرة جدا جدا من الطرف من الناحية اللي بره، وكل ما كانت الخصلة صغيرة كل ما كان شكل الضفيرة هيبقى احلى. وهضيفها للخصلة اللي في الناحية اليمين، وهجيبها فوق اللي في النص. بعد كده هوقف هنا وهجيب الناحية الشمال كده، وهجيب خصلة صغيرة جدا من الناحية الشمال لنفس الاتجاه اللي خدت منه الناحية اليمين، وهضيفها للخصلة بتاعة الناحية الشمال كده، وهجيبها في النص. ومع كل خصلة بجيبها من الناحية اليمين في الضفيرة العادية جدا، هجيب خصلة من كل اتجاه. يعني الخصلة اللي في اليمين دي هجيبها فوق اللي في الشمال، واضيف لها خصلة من الشعر الاساسي واضفر. وكل ما بضفر هشد جامد لفوق كده، هجيب الناحية اليمين كده وهزود خصلة تاني صغيرة واوديها معاها. يعني مش بودي خصلة يمين وشمال الا لما اضيف عليها خصلة من الشعر الاساسي، واكون بشد كويس علشان شكل الضفيرة يطلع مظبوط معايا. هبدأ اجيب تاني خصلة من الناحية دي، اضيفها للخصلة اللي في الناحية اليمين اهي معاها، وهجيبها للناحية التانية واشد، واجيب خصلة من الناحية الشمال مع خصلة من الشعر الاساسي واضيفهم مع بعض، واضفر عادي جدا واشد. وبعمل كده طول ما انا ماشية، بضيف خصلة من كل ناحية، وباجي عند نهاية الدماغ كده من هنا من ورا واربط باستك صغير. وكل ما زودنا خصل شكلها هيبقى احلى واحلى.
وده هيبقى شكلها النهائي. لو عجبتكم دوسوا لايك وتابعوا القناة عشان تشوفوا كل يوم فيديو جديد. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. النهارده سهله جدا، اسمها الضفيره الخماسيه، ودي هنحتاج فيها نقسم الشعر لخمس خصل بالشكل ده. بعد كده هيبقى عندنا خصلتين في الشمال وخصلتين في اليمين وخصله في النص، وهنبدا نشدهم كويس كده. في البدايه انا ليه ربطت؟ علشان يبقى الشكل واضح بالنسبه لكم. بعد كده مع الوقت تقدروا ان انتوا ما تربطوش. هاجي من الناحيه الشمال، هحط الخصله اللي في الشمال فوق اللي جنبها تحت اللي في النص، وهتكون هي اللي في النص معايا. تمام. هاجي الناحيه اليمين فوق اللي جنبها وتحت اللي بقيت في النص، فبقيت هي اللي في النص معايا. فانا دايما عندي واحده في النص، بجيب من الناحيه اللي ورا فوق اللي جنبها تحت اللي في النص، فبتكون هي اللي في النص. بسيب الباقي عادي جدا اهو، وبجيب اللي من بره فوق اللي جنبها وادخلها تحت اللي في النص وتكون هي اللي في النص. فالضفيرة دي سرها انك تفضلي ماسكة الخصلة اللي في النص. تاني اهو عندنا خصلتين هنا، هبدأ اجيب الخصلة اللي بره فوق الخصلة اللي جنبها واعديها من تحت اللي في النص وامسكها، والناحية التانية ابدأ اجيب الخصلة اللي بره اهي، اسلكها كده بايدي واعديها فوق اللي جنبها اللي هي دي، واخليها من تحت اللي في النص بالشكل ده. هرجع لكم ورا، خليكم مركزين. دايما عندنا خصلتين على اليمين، خصلتين على الشمال، وخصله في النص. اللي من بره بتيجي فوق اللي جنبها وتعدي تحت اللي في النص، فبتكون هي اللي في النص. يبقى بفضل ماسكه الاتنين دول على جنب. طيب الناحيه التانية اللي من بره هي اللي بتعدي فوق اللي جنبها اهي، فوق اللي جنبها وبتعدي تحت اللي في النص، فبتكون هي اللي في النص. تمام. وبفضل مكمله بنفس التكنيك. دايما في واحدة في النص، اللي من بره تيجي فوق اللي جنبها وتعدي تحت اللي في النص، فتكون هي اللي في النص بدلها. وهنا اللي من بره تيجي فوق اللي تحت، او تيجي فوق اللي جنبها وبعدين تنزل من تحت اللي في النص. لو ربطته في الاول هتلاقوا الموضوع سهل جدا جدا. بكمل بنفس التكنيك، اليمين فوق اللي جنبها عديها من تحت اللي في النص، الشمال فوق اللي جنبها وعديها من تحت اللي في النص. بكمل كده بنفس الطريقة عشان تديني الشكل ده. وفي الاخر بنربط بتوكة استك صغيرة، وده شكلها النهائي. جميلة جدا وسهلة قوي، جربوها تعجبكم جدا. لو عجبتكم ابعتوها لاصحابكم عشان هما كمان يجربوها. ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان كل يوم تشوفوا فيديو جديد. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. تسريحة النهاردة بنوتك هتحبها جدا. هتجيبي لها شعرها كده كله متسلك لورا، وهتجيبي خصلة من على الجنب بالشكل ده وتربطيها بتوكة استك. بعد كده تفتحي الخصلة اللي انت عملتيها دي من النص وتدخلي الخصلة اللي ربطتيها من فوق لتحت بالشكل ده كده اهو. ده هيكون شكلها. وهنكرر الناحية التانية، خصلة برضو صغيرة من الجنب ونربطها ونعمل معاها نفس اللي عملناه في الخصلة الاولى. نربط ونفتح كده ونعدي الخصلة من فوق لتحت ونشدها بالطريقة دي، وبعدين هنضم الخصلتين مع بعض وهنربطهم بتوكة تاني. بعد كده هاتي خصلة من اليمين وخصلة من الشمال قد بعض واربطيهم فوق الخصل اللي احنا عملناها دي بتوكة تاني صغيرة بالشكل ده. بعد ما تربطيهم كده عدي الخصلة دي من الفتحة اللي في الخصلة اللي تحتها كده اهو، وهنقسم الخصلة اللي كانت تحت دي ل3 ونضفرها ضفيرة عادية جدا، اليمين فوق اللي في الشمال والشمال فوق اللي في النص بالشكل ده. وطبعا تقدري تستخدمي توك ملونة لو بنوتك بتحب التوك الالوان. وهنربط في الاخر، وده هيكون شكلها النهائي. تسريحة جميلة جدا وسريعة قوي، تقدري تعمليها لبنوتك قبل المدرسة هتحبها جدا. بتلم الشعر بطريقة جميلة جدا من الجناب وفي نفس الوقت ملموم من ورا. ده هيكون شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتك ابعتيها لاصحابك عشان هما كمان يجربوها لبناتهم،
وما تنسيش تشتركي في القناة عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. الضفيرة دي هنجيب خصلة كاملة من على الجنب ونقسمها ل3 خصل بالشكل ده، وندفرها على الطريقة الهولندية اللي هي بنجيب الخصل من تحت، يعني اليمين تحت اللي في النص والشمال تحت اللي في اليمين. تاني، اليمين تحت اللي في النص والشمال تحت اللي في اليمين، وبشد علشان اوصل لبداية الخصلة، وبكمل اليمين تحت اللي في النص والشمال تحت اللي في اليمين، وبكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اعمل كذا خصلة اهو. وبعدين بشد كويس كده بعد ما اعمل حوالي 5 خصل او يعني عدد كده من الخصل. هاجي عند الاطراف من هنا وهشد لفوق كده، شايفين ازاي؟ هشد لفوق كده الخصل نفسها، بس قبل ما اقفل علشان يكون عندي المساحة دي. بعدين همسك بايدي التانية وهشد الخصلة لفوق بالشكل ده من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال عشان تديني فوليوم للضفيرة نفسها. بعدين هكمل لتحت، بضفر نفس الضفيرة بتاعتنا العادية لكن لتحت، اليمين فوق تحت اللي في الشمال والشمال تحت اللي في اليمين. اعمل 5 خصل كده، 5 6 براحتكم يعني. وبعدين اوقف وابدأ اشد من فوق لبره، كل خصلة بتدور كده، وامسك بايدي التانية واشد لبره كل خصلة بالشكل ده، وبكمل لطول الشعر لحد ما اوصل لنهاية طول الشعر. بعد ما كملت كل طول الخصلة هاجي الناحية التانية عند البداية بتاعة الشعر كده، وهربط مع اخر الخصلة الناحية التانية بتوكة صغيرة عشان احافظ عليها مربوطة مع الشعر هنا. توكة صغيرة وهربط هنا، وده هيبقى شكلها النهائي. جميلة جدا، هتعجبكم قوي، جربوها وهتحبوها جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تتابعوا القناة علشان تشوفوا كل يوم تسريحة جديدة. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. بعد كده باجي بتوكة صغيرة واثبت هنا في الاخر، هقسم من النص من قدام واجي هنا اخد خصلة واحدة صغيرة بشكل مستقيم واقسمها لجزئين زي ما انتم شايفين كده اهو، وابدأ الفهم عكس بعض، ومع كل خصلة بلفها ببدأ اضيف خصلة من الشعر اللي تحت. ببدأ اجيب الخصلة اللي انا قسمتها دي وافرقها نصين، واجيب اليمين فوق الشمال مرة كمان. بعد كده ابدأ اخد خصلة صغيرة من ارضية الشعر كده اللي هو الشعر الاساسي عندي، وبعدين خصلة تاني من هنا بالشكل ده، والفهم عكس بعض. ومع كل مرة بضيف خصلة شعر بضيف من الناحيتين، الناحية اليمين والناحية الشمال، مش بسيب اي شعر تحت في الناحيتين غير في النص، وابدأ الف عكس بعض. شايفين ازاي؟ تاني عند اخر خصلة هضيف جزء للناحية اليمين وجزء للناحية الشمال والفهم عكس بعض عشان تديني الشكل ده في النهاية. بعد كده لما اجي في النهاية هنا مش بيكون عندي شعر ان انا اضيفه، فبعمل ايه؟ ببدأ الف الخصلتين على اليمين، الخصلة دي على اليمين والخصلة دي كمان على اليمين، وبعدين الفهم عكس بعض تاني على اليمين وعلى اليمين والفهم عكس بعض من غير اضافات. بلف كده على اليمين تويست، وهنا على اليمين وعكس بعض. ودي اللي احنا بنسميها التويست بريد، او اللي هي الضفيرة الملفوفة حوالين نفسها. لازم بلف في نفس الاتجاه وبعدين بعكس مع بعض عشان يديني الشكل ده، وهربط في النهاية باستك صغير. واللي عملته الناحية الشمال هكرره الناحية اليمين عشان يكون
مديني الشكل ده. بعد كده هضمهم مع بعض بتوكة تانية، وده هيكون شكلها النهائي. ضفيرة تويست سهلة جدا هتعجبكم قوي، وبنوتك كمان هتحبها جدا. مش هتاخد منك دقيقتين وهتودي بنوتك بشعر متضفر بشكل جميل جدا. وحقيقي دي اسهل ضفيرة هتجربيها. جربيها لبنوتك وشيري الفيديو مع اصحابك عشان هما كمان يجربوها لبناتهم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير وسيبولي كومنت عشان اعرف انتوا حابين تشوفوا ايه الفترة الجاية. باي باي، هشوفكم الفيديو الجاي.